جارتي سابت لي عيالها الست على باب البيت. احنا عايشين في كومباوند من بتوع الناس اللي بتقيمك بنوع عربيتك. بس المشكلة في جارتي أميرة، عندها 6 عيال، والأستاذة معلمة في فن إحراج الناس وفنانة في الشويتين بتوع الضغط النفسي عشان تسيب عيالها عند أي حد ياخد باله منهم. للأسف أنا وقعت في الفخ ده معاها كتير جدا، وكل مرة أقول لنفسي المرة الجاية هقول لا وخلاص. اليوم الساعة 3 العصر سمعت خبط على الباب. بصيت من الشباك لقيتها أميرة، فعملت نفسي مش هنا وعملت بينها على أمل إنها تمشي. بس الخبط بقى أرخم، ولدرجة إنها كانت بتخبط بجنون. افتكرتها هتخلع الباب. فتحت الباب ولقيتها بترمي كلام بسرعة الصاروخ، حاجة كده عن إن عندها طوارئ ومضطرة تمشي وهترجع يوم الأحد، وبتقول وهي زعلانة: أنا آسفة قوي. وقبل ما ألحق أستوعب اللي بيحصل، لمحت عيالها ال6 واقفين وراها ومجهزين شنط هدومهم. قلت لها بنبرة ناشفة: استني عندك، أنا مش هعرف أهتم بولادك. ردت وهي بتجري لورا: التاكسي واقف والعداد شغال، وهرجع الأحد أوعدك. حاولت أقفش في إيدها: يا أميرة بتكلم بجد، أنا ورايا حاجات ومخططات. راحت شادة إيدها بعنف وركبت التاكسي. وقفت متسمرة في مكاني مصدومة وهي بتطير بالعربية، وتسيب لي 6 عيال. البيبي بدأ يعيط، والطفل أبو 7 سنين بصلي وسألني ببرود: هو عندكم أكل جوه؟ دخلت العيال جوه واستنيت يجي 10 دقايق على أمل عقليتها ترجع لها وتستوعب المصيبة اللي عملتها. بعدين بعت لها رسالة: قدامك ثواني تلفي وترجعي تاخدي عيالك، يا إما هيكون ليا تصرف تاني. هي ما ردتش. كلمتها، ردت أخيرا بعد ساعة. قالت لي بنرفزة: فيه إيه؟ قلت لها وأنا متعصبة: تعالي خدي عيالك فورا، أنا مش بهزر. قالت لي: يا الله على الدراما، أنا أصلا برا المدينة ومش هعرف أرجع. وراحت قافلة السكة في وشي. بصيت للموبايل ومش مصدقة الجرأة، اللي هي ما تعرفوش إن معايا رقم طليقها. اتصلت بيه وقلت له: زوجتك تركت ولادها عندي وأنا مش هتحمل مسؤوليتهم. هي نص ساعة ولقيته عندي. وصل هو والمحامي بتاعه، وكأنهم فازوا بكأس العالم مش إسبانيا، لأنهم من سنين في محاكم مع أميرة وبيدفع لها مبلغ فلكي كل شهر وهي مش مهتمة بالولاد. أول ما الأستاذ طارق ربط حزام الأمان لآخر طفل في العربية، أخدت صورة ليهم وبعتها لأميرة. بعد 30 ثانية الموبايل بدأ ينفجر مكالمات أنا عملت ليها حظر، بعدها رسائل من أرقام غريبة. ما ردتش على ولا كلمة. بعد حوالي ساعة وأنا قاعدة على الكنبة بحاول أستوعب اللي حصل، فتحت تيك توك، وفجأة ظهر لي لايف من أميرة. كانت قاعدة بتعيط قدام الكاميرا وهي بتصرخ: الحقوني، جارتي خطفت عيالي كلهم وودتهم لطليقي، هي عايزة تضيعهم مني. التعليقات كلها كانت تقول إني مجرمة، والناس بتطلب منها تبلغ الشرطة. وأنا ببصلها بعدم استيعاب: الست دي سايبة عيالها على باب بيتي بنفسها، ودلوقتي عاملة نفسها الضحية. قفلت اللايف وخدت سكرين ريكورد احتياطي، لأن اللي بيكذب قدام ملايين عمره ما هيبطل يكذب قدام المحكمة. تاني يوم الصبح أميرة جت على بيتي منهارة، وكان واضح إن الموضوع خرج من إيدها ومفيش محامي قدر ينقذها. قالت لي وصوتها بيترعش: انتي واحدة مريضة، كان فيها إيه يعني لو خليتي بالك منهم؟ بصيت في عينها بثبات وقلت لها: أصل أنا مش فاضية. وقفلت الباب في وشها، ومن ساعتها ما بتكلمنيش. وبصراحة دي أفضل نتيجة كنت أحلم بيها.